موسم الروحانيات ولا موسم المشاكل؟ مساء الخير عليكم أحلى متابعين. رمضان شهر الخير، الفرح والعبادة، والمفروض يكون وقت لكن راحة نفسية وسكينة. الغريب بقى كل سنة بنلاحظ العكس، خناقات وتوتر وضغط نفسي، بل كمان زيادة في معدلات الطلاق، وكأنه بقى الميعاد السنوي للمشاكل. تلاقي بوستات ساخرة بتقول: هو انتوا اتخانقتوا خناقة رمضان ولا لسه؟ اتخانقتوا خناقة العيد ولا لسه؟ لكن الحقيقة الموضوع مش هزار. إحدى المتابعات بعتت لي مشكلة: رمضان جه، الميعاد السنوي للخناقة اللي بيني وبين جوزي، مع إن المفروض ده يكون شهر عبادة وهدوء. ليه المشاكل بتزيد في رمضان؟ أول حاجة عندي انخفاض السكر في الدم، توتر، إرهاق، عصبية بدون وعي، توقعاتنا العالية زيادة عن اللزوم عن رمضان كمثال للمثالية بتخلينا نغضب أكتر، ولو حد خرج عن الصورة دي فبدل ما نتحكم في نفسنا نتعصب وننفجر. كمان عدم تدريب النفس على ضبط الأعصاب طول السنة، وفجأة نحاول نكون هاديين في رمضان لكن بدون استعداد نفسي. الموضوع بيبقى صعب. الحل: رمضان مش لازم يكون موسم المشاكل. أول حاجة ضبط النفس مش حاجة موسمية. العصبي في رمضان هو نفسه العصبي طول السنة، الفرق إنه في رمضان الضغط بيزيد. لو عايز تقلل من عصبيتك ابدأ قبل رمضان، درب نفسك على الهدوء وحاسب على كلامك، حاسب نفسك قبل ما تحاسب غيرك. بدل ما تلوم الشخص اللي قدامك جرب تسأل نفسك: أنا ممكن أكون بلغت في رد فعلي؟ صدقني لما تبدأ بنفسك المشاكل هتقل بنسبة كبيرة. خليك أذكى من السكر في دمك. عارف إن قلة الأكل بتخليك متوتر؟ خد بالك من نفسك، استعد نفسيا واعتبرها تحدي شخصي إنك ما تتعصبش. مش لازم أي كلمة تزعلك ترد عليها ب10. صحتك النفسية تستاهل إنك تهتم بيها. وقبل ما تدخل في خناقة رمضان السنوية اسأل نفسك: هو أنا فعلا عايز أضيع طاقة اليوم في الزعل، ولا تعيش رمضان براحة وهدوء وسكينة؟ افهم إن الأذى النفسي مش بيختفي بسهولة، حتى لو حاولت تعوض ده ممكن تلاقيها متغيرة معاك طبيعي. الصبر، الاستمرارية، وإثبات حبك بأفعالك هما الحل. باختصار، حافظ على قلبها قبل ما تحتاج تصلحه، لأن مش كل حاجة بتتكسر ممكن تتصلح.